يسرني أن أكون معكم في هذا اليوم، ونحن والحمد لله مجتمعنا متماسك والحمد لله، ومثقفين وإعلاميين وكل مستويات البلد عندنا، وكل العاملين في كل مكان الحمد لله إخوة متحابين متعاونين على الحق والتقوى. ونحن يا أخوة وأخوات، يا أبناء وبنات، في بلد الإسلام والمسلمين، في قبلة المسلمين. لذلك يجب أن يكون إعلامنا دائما كما الحمد لله وسائر على نهج الكتاب والسنة اللي قامت عليه هذه الدولة، والذي هو أساس اتجاه كل مسلم في العالم 5 مرات لمكة المكرمة، مهبط الوحي ومنطلق الرسالة ومدينة رسول الله. ولذلك أهمية أن يكون مثقفين على خلفية، وهم كذلك إن شاء الله على خلفية كاملة بأهمية هذا البلد. هذه أهمية الكبرى. نعم، المملكة تشكل جزء أكبر من جزيرة عربية اللي هي منطلق العرب، وبالتالي منطلق الكتاب والسنة. وأقول دائما وأكررها: يكفي العرب عزا أن يكون القرآن نزل على نبي عربي في أرض عربية بلغة عربية. هذه نعمة كبرى، لكن مسؤولية أكبر علينا. يجب أن نربي شبابنا أبناء وبنات على أن يعرفوا ويتأكدوا ما هي أهمية بلدها، نحن الحمد لله نتمتع بالأمن والاستقرار فيه، ويأتون حجاج بيت الله والمعتمرين والزوار أمنين مطمئنين بين مكة والمدينة بأمن واستقرار الحمد لله، ويمشون من البحر الأحمر إلى الخليج هم كذلك، ويمشون من الجنوب إلى الشمال هم كذلك. نعمة من ربنا يجب أن نحافظ ونحمد الله عليها، لكن لم تأتي إلا أن هذه الدولة يعني فعلا عندما قابها عبد العزيز وتبع أبنائه سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله، قامت على الكتاب والسنة هذه الدولة. إذن منطلقنا واحد والحمد لله، شعب ودولة. وأحب أقول لكم يا إخواني تحملوا المسؤولية الآن، ولي عهد معي وأبنائكم تحملوا المسؤولية، أن رحم الله من أهدى إلي عيوبي. تكتبون في الإعلام فليكتب من يكتب، لكن أي شيء تكون له أهمية الأخرى أهلا وسهلا. التلفون مفتوح، الإذن مفتوحة، المجالس مفتوحة. وأقول مرة ثانية أرحب بكم وأحييكم وأراكم دائما إن شاء الله على الخير والبركة وأسر التوفيق للجميع إن شاء الله.